من الرمل للذهب، ازاي الامارات بنت سوق عقاري بيحرك تريليونات. الحلقة اللي فاتت خدنا نبذة عن الإمارات، وفي الحلقة دي هنكملها. لو رجعنا لسنة 1971 هنشوف صحراء، رملة، شمس، بحر، وعدد ناس قليل جدا. لكن كان في حاجة واحدة بس كانت أوضح من كل المشهد ده، رؤية عند سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، اللي قرر يخلق دولة مش بس تتحد لكن تكسب سباق العالم في ظرف جيل واحد بس. الإمارات بعد الاتحاد خدت أول خطوة، استثمرت أموال النفط مش في رفاهية لحظية، استثمرتها في بنية تحتية، في طرق، في كهرباء، في مطارات، وفي جامعات. بس الأهم إنها ما وقفتش عند النفط، لأنهم عارفين إن البترول بينضب لكن العقول لا تنضب. ومن هنا بدأت خطة التحول. في عام 1985 دبي أنشأت أول منطقة حرة من نوعها في المنطقة، اللي هي منطقة جبل علي. وبعدها أطلقت طيران الإمارات عشان تفتح السماء. وبعدها بسنين الإمارات دخلت سوق السياحة والتكنولوجيا والعقارات والتعليم، ومؤخرا الذكاء الاصطناعي، أقل من عمر شخص قبل التقاعد. طب العقارات بقى، سنة 2002 دبي فتحت الباب للأجانب لشراء العقار بنظام التملك الحر اللي هو الفري هولد. القانون ده ببساطة قلب السوق، والنتيجة تدفق استثمارات من أوروبا وآسيا وروسيا والمنطقة كلها، وظهور شركات تطوير ضخمة زي إعمار ودماك ونخيل. مشاريع مش مجرد بنايات، دي تحف معمارية بتتصدر المشهد العالمي. والنهاردة في 2025 السوق العقاري في دبي لوحده فيه أكتر من 154 ألف صفقة تمت خلال سنة واحدة اللي هي 24، بإجمالي قيمة ما يقرب من 713 مليار درهم، وده حسب بيانات دايرة الأراضي والأملاك DLD. مش بس كده، أبو ظبي بقت تطرح مشاريع بتريليونات، والشارقة بتنمو بوتيرة مستقرة ومستدامة، وراس الخيمة داخل السوق السياحي العالمي، وخصوصا مع وجود مطار راس الخيمة. طب السؤال هنا، ازاي دولة عمرها العقاري الحقيقي أقل من 30 سنة قدرت تسبق مدن عندها قرون من البناء؟ السر في 3 حاجات. رقم 1، تشريعات مرنة وسريعة التطور، كل سنة في قوانين جديدة بتشجع الاستثمار وبتحمي المشتري. رقم 2، بنية تحتية على أعلى مستوى، من مترو لطيران لأنظمة تسجيل العقارات بشكل إلكتروني. رقم 3، عقلية دولة بتفكر دايما في اللي جاي، مش بس بتفكر تبيع، بتفكر تبني حلم عالمي. طب والنتيجة إن دبي والإمارات عموما بقت جاذبة للمستثمر، دي بقت حلم للي عايز يعيش ويربح ويأمن مستقبله في مكان بيشتغل بمنطق المستقبل مش الماضي. وده ياخدنا لحلقة مهمة جدا، قبل ما تبيع أو تشتري لازم تسأل نفسك فين الفرص؟ يعني إيه عقار ناجح؟ يعني إيه منطقة بتغلى ومنطقة لسه على الرمل؟ الحلقة اللي جاية هتكون عن خريطة الإمارات الاستثمارية، وإزاي تفرق بين مشروع ومشروع. تابع، لأن اللي جاي هو اللي هيخليك تفكر كوسيط بس مع عقلية مستثمر.